7 ذنوب تسبب الفقر وضيق الرزق. أولاً، الإعراض عن ذكر الله تعالى بمعنى عدم الالتزام بما أمر الله به وفعل ما نهى عنه، وعاقبته ضيق المعيشة بالفقر والعوز والاحتياج. ثانياً، قلة الاستغفار. إن قلة استغفار الإنسان تقلل كثيراً من رزقه وتحد منه. قال تعالى في آياته الكريمة: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً ورزقه من حيث لا يحتسبه. ثالثاً، التبذير، وهو صرف المال فيما لا ينبغي، وهذا يؤدي إلى الفقر، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من بذر أفقره الله. رابعاً، الربا، فالله عز وجل يمحق الربا، والمحق يكون إما بذهاب المال بالسرقة أو تسليط الظالمين أو التلف أو بالذهاب ببركته من خلال فتح أبواب الإنفاق على أمراض تصيب المرابين وذويهم. خامساً، الاحتكار، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يحتكر على المسلمين طعاماً ضربه الله بالجذام والإفلاس. سادساً، الكفر بنعمة الله تعالى، وفي ذلك قوله تعالى: وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سابعاً، الزنا والاعتداء على أعراض الناس، وهذا يجلب الفقر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الزنا يورث الفقر،